السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بغيت نقترح عليكم طريقتي في تحضير لي كلاص اللي ولينا مدمنين عليهم في هذا الصيف وفي هذه الحرارة، وكل شيء تيحماق على لي كلاص. إذن عوض ما نشريو واحد الكلاص مثلا ب15 درهم ولا ب20 درهم للفرد الواحد، علاش ما ناخدوش حنا داك 20 درهم ونديرو كلاص عائلي وبكمية وفيرة وكل شيء يستافد. هنا بصراحة أنا صايبت جوج د لي كلاص، خديت يطرو د الحليب اللي بطبيعة الحال خليته في الفريغو حتى تلج، النصف ديالو درتو مع لاموس ديال الشكلاط كما كتشوفوا، ودرت لها فلون ديال الشكلاط، اللي بغى يزيد السكر يزيدو، وطربتها هكذا حتى عطاتني هاد الخليط اللي بطبيعة الحال غنوجد المول ديالو ديالي وغادي نغلفو بالسلوفان باش يسهل عليا الديمولاج ديالو. وهنا غتختاري المول اللي بغيتي، كل مره كنديروه في شكل، مره كنديرو هاد المول قليب، مره مربع، مره كنديروه دائري على حسب الحجم ديال هذاك المثلجات اللي بغيتي. اذا هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه، وطبعا كنغطيوه بالسلوفان باش ما يبقاش يدير ديك القشره من الفوق. واللي شاطلينا كنديروه في كويسات هكذا، ولا كنديرو مول اخر، ولا كنديروه في شي مول هكا، مولات صغيورين، باش كنزينوا به الشكل الاول كيف ما درت في الاخير. غتشوفوا هنايا ذوبنا الشوكولاط، زدت عليه هنايا اللوز عندي مهرمش محمر ومهرمش، ولا ديري فيه الكاطو ديال اوريو كيف ما كندير هنايا في الكلاص. راه درت اوريو طبيعه الحال راني اختصرت المراحل، اما تدقي شويه د اوريو ولا كديري فيه شوكولاط حبيبات. المهم كيجي زويون ومقرمش من الداخل، ما كيكونش يملس، كتحسي بشي حاجه في وسط هذاك الكلاص، كتعطيك بنه وكتعطيك الشكل زوين. صافي هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا اللي كنوجدوه نفرحوا الوليدات اولا الضيوف ديالنا وتاكلوه بالصحه والراحه. ايوا والاحجام او الاشكال كتبقى من الاختيار ديالك. صافي كنديروه في الكونجيلاتور، من بعد ما كيجمد كيف ما غتشوفوا كناخذوه. وهنايا عندي الكريم ديال كريم كراميل اللي صراحه خديتها جاهزه، وكتزوقي على حسب الشكل اللي بغيتي، اما شكل وريضات ولا شكل هندسي ولا خطيطات بحال هكذا، باش كتلصقي عليهم العقيقات ديال الشوكولا اللي غادي تزيني بهم، كيعطيو منظر رائع بحال النجيمات، وحسن ملي غتشريها من برا. وهنا كتعرفي راسك اش كتاكلي، كتصوبي كريم رائع وبنين. ما نعاودش لكم، ما شاء الله عجب الضيوف ديالي بصحتهم، وعجب وليداتي، وحتى انا الاولى عجبني لا كريم اولا الكلاص ديالي. شوفوا تبارك الله، ما شاء الله المنظر والبنه. ما نعاودش لكم. ها شكل اخر ديال التزيين، يعني راه كيتسالى واحد هو مربع في الجانب كما كتشوفوا. ومن بعد هنا كنقطعوه ما شاء الله. شوفوا، اما بهذه الطريقه بالسكين، اولا الا كنتي مزروبه وبغيتي تهلاي في ضيوفك غتقطعيه بطريقه اخرى. يعني كناخذوا الكويس اللي غادي نقدموا فيه وكنقطعوا به الحلوه ديالنا اولا لا كلاص ديالنا كيف ما كتشوفوا. الا كانت عندك شي موس واجده بالكريم شونتي، يمكن لك ديريها من الفوق وتزيني بها. هنا اكتفيت انا بهذا الشكل هكا، مزروبين وباغيين لي كلاص وما عندناش الوقت وما كايناش لا كريم باش نزوقو. اذا هذا الشكل رائع. كنقطعوا بالكاس، كل واحد كيهز كاسو ويقطع الطريف اللي بغا، وتتزربوا عليهم كاملين لان كلاص وكيدوب. طبعا فيما تناخدو كنرجعوه للثلاجه. هنايا الشكل الابيض، شوفوا تبارك الله، وزوقته كما كتشوفوا جانبا جا رائع وتتفنني تبارك الله. كما قلت لكم هادوك هما بالزوقت، درتو الكلاص اسود في الاسود، وحطيت عليه هادوك ديك الدبيبرات اللي شفتو كما شفتو في المول. من بعد ما جمدوا طبعا وكبيت عليهم الشوكولاط وعطاوني هذا المنظر الرائع. اذا اضافه على هذا الكلاص اللي صوبت واختصرت لكم المراحل وديروه بالصحه والراحه، بغيت نشارك معكم كذلك طريقتي
شوفوا تبارك الله جانبا كيفاش جا المنظر، رائع رائع ما شاء الله. هو بنين، ما نعاودش لكم البنه، خصوصا فاش كتهرمشي فيه واحد شويه ديال الاوريو ولا اي كاطو عندك، طبيعه الحال كيجي. ومن الكلاص غادي نمشيو للطيحان كيفاش تنعمرو بطريقتي. هنا خديت واحد البصيله، شحرتها، حطيت عليها اللي عندك ديال الكفته، وطبيعه الحال راني سارقه شويه ديال الرز باش لان الحشوه تبارك الله راه الطيحان واخا صغير كياخد حشوه كبيره. كيف ما كتشوفوا هنا الحار، الفلفل الحار، ودرت التوابل، الابزار والزنجبيل والتحميره والملح والخرقوم، وتبارك الله تيجي ولا اروع. كنديروا كميه لا باس بها من الربيع، حتى هو كيعطيه واحد البنه. وطبيعه الحال الا عندك فص ديال الثوم كتحكي فيها في هذا اللحم المفروم، ولا ما عندكش كتكتفي بالبودره ديال الثوم كيف ما درت انا في هذه الحاله. اذا الطيحان صراحه ما تيبغيوش ولادي نهائيا، ولذلك كان طبق فردي. هنا شويه ديال الازير اولا ورقه سيدنا موسى اللي كتعطينا نسمه زويونه في هذا الطيحان، وكيجي رائع. وطبيعه الحال هنا اما الا كنتي موجده المجمر، هذا الربيع غير المعدنوس هذا. الا كنتي موجده المجمر راكي كديريه تشوف فوق النار على الفحم، ولا ما كنتيش كيف ما انا هنايا ما موجداش الفحم، درت الشوايه وخشيتها في الفران كيف ما الشوايه ديال الحوت اللي درتها في اول الفيديوهات ديالي باش نتفادى الدخان ديال المجمر. وهنا الزيتون مقطع، ولا عندك الشامبينيون، ولا عندك هنا حتى الفرماج يمكن لك ديريه. طبعا اللي عندك واجده كديريها. هذه البودره ديال الثوم. اذا هذه هي الحشوه. من بعد ما وجدت هذيك الكفته كنزيدوا هاد العناصر وصافي، وكنطفيو البوطه وكنخليوها تبرد ونعمروا الطيحان كيف ما بغينا. طبعا كترافقيه بواحد سلطه اولا بواحد لي صوص. هنايا كنحاولوا نديرو غير تقيبه صغيره، وطبعا راه هي الاسبوع ديالنا كما كتشوفوا كنحاولوا نخصصوا المكان فين غادي نديروا الحشوه ديالنا. هنايا رافقته ببطاطا الحلوه اللي قطعتها ودرتها في الورق الطبخ، ودرتها في الفرن. طبعا فاش جمعتها في الورق مزيان والالومنيوم درتها في الفران. هنا اختصرت لكم الفيديو لان عندي الوقت محدد، ما بغيتش نطول عليكم. هاد الطيحان كنتكوه طبعا باش ما يتفرقعش، لان لا خليناه بلا ما نتكوه راه ما كيبقاش هكا، راه كيتفرقع وتتخرج الحشوه. ديك البطاطا الحلوه قسمتها كما كتشوفوها هي، ودرت لها زويته وشويه ديال الملحه، ودرتها في الفران حتى طابت وجبتها، ودرت عليها الفرماج وشويه ديال الحرور، وقدمتها مع الطيحان ومع الحشوه تبارك الله شحال وافره. وهنا الدنجال والفلفل، هذا تكتوكه بالدنجال والفلفله اللي درتها بلاصوص طماطيشه والشرموله المتعدده الاستعمال. هذا هو الكلاص ديالنا اللي وجدت معكم في هذه الحصه. تاكلوه بالصحه والراحه، وهذا هو الطبق ديالنا. وما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك والتعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى ونتلاقاو مع وصفه اخرى بحول الله وقدرته.